المهاجم السلوفيني جراديشار صفقة الأهلي الأولى في الشتاء. تعال أقول لك وأعرفك كل حاجة عن المهاجم الأهلاوي الجديد وكمان استمتع بأهدافه ومهاراته. جراديشار صاحب ال 22 عام بيلعب في الدوري المجري، لعب الموسم ده 22 ماتش قدر يسجل فيهم 8 أهداف وصنع 4، يعني 12 مساهمة تهديفية في 22 ماتش، رقم متوسط ولا كويس ولا وحش. قيمة الصفقة تقريبا عن الأهلي 800 ألف يورو بس، وده رقم مش كبير ورقم كويس بالنسبة لإدارة الأهلي. الصفقة تقريبا انتهت خلاص بعد استبعاد اللاعب من معسكر الفريق. تعال أقول لك أهم ما يميز اللاعب من خلال متابعتي لفيديوهاته وبعض اللقطات اللي ممكن تكون خادعة في بعض الأوقات ولكنها إن شاء الله تبقى واقعية. مهاجم ذو طول فارع مميز جدا في ضربات الرأس والكور العرضية، مهاجم صندوق كويس جدا، مش زي ما بيتقال انه مهاجم مساحات خالص. والاهم من ده كله سنه الصغير، الراجل ده لو قدر يثبت نفسه مع الاهلي في موسمين بس هيتباع برقم كبير جدا. بس الخوف في الصفقة دي من حاجة واحدة بس، أيوة اللي جه في بالك ده، التأقلم. هل اللاعب الأوروبي ده هيقدر يتأقلم على مصر والأجواء في أفريقيا وملاعب أفريقيا وصن داونز الساعة 3 العصر؟ صعب ولكن مش مستحيل. خلينا ما نسبقش الأحداث وتعالى نحلل مع بعض كام هدف للمهاجم السلوفيني جراديشار. وده أول هدف معانا من ركنية، وعايزك تتفرج على إتقانه للكورة وسط 6 لاعبين وبفينش بهيدر عالمي أكنه شايط الكورة برجله مش براس بني آدم أبدا. وتاني هدف معانا وهيدر برضه مميز، بس قبل الهيدر عايزك تركز على تحركاته وهروبه من المدافع والباك وتعامله مع الكورة بدماغه بمنتهى السلاسة في الزاوية بهدوء وبركنة رايقة. وتالت هدف معانا بيأكد بقى تميزه وإتقانه لضربات الرأس، وعايز أفكرك إن ده كان طلب كولر من زمان من أيام موديست. شوف تعامله مع الكورة رغم الضغط عليه من المدافع ولكن توجيه معلم في البعيدة بقوة رائعة أكنه مطلع الكورة برجله. بيفكرنا برأسيات فلافيو الأنجولي الله يمسيه بالخير. هل الراجل ده مشلول يعني ما بيلعبش برجله خالص يا عم بلال؟ هو مميز براسه بس ولكنه مسجل برضه أهداف برجله كويسة، ولكن نقطة قوته ضربات الرأس. طب تعالى أوريك كده كام هدف برجله، وده الهدف الأول معانا برجله. وعايزك تتفرج على استلامه للكورة وهو مضغوط وممسوك من 2 لعيبة في ال 18، ازاي قدر يستلم كويس وكمان يلف بالمدافع رغم كمية الضرب اللي بياكلها ويفنش كمان بشكل جميل في البعيدة. وده خامس هدف وتحرك مميز، ولكن الأهم الفينش والغمزة بيمينه من مرة واحدة في البعيدة على طريقة وسام أبو علي في بيراميدز، وهنا بتظهر إنه مهاجم كبير مش مهاجم عادي. وده الجون السادس والأخير واللي بيظهر وبيأكد إنه مهاجم كمان بيفنش بشماله، يعني كمان مش بيمينه بدماغه بس لأ وبشماله إن لزم الأمر. تسديدة حلوة من على حدود ال 18. بالنسبة لي أنا صفقة كويسة، ولكن الخوف من حاجة واحدة بس زي ما قلت لكم، التأقلم. هل هيقدر يتأقلم في أفريقيا؟ هيقدر يتأقلم مع سان داونز الساعة 3 العصر؟ هيقدر يتأقلم في الأجواء دي كلها الحارة الصعبة، الملاعب النجيلة الصعبة في أفريقيا وغيره وغيره وغيره؟ الله أعلم. ولكنه صفقة كويسة. طلبات كولر، مهاجم طويل بيلعب بدماغه كويس جدا جدا جدا، ودي أهم ميزة فيه. مهاجم صندوق زي ما الكتاب بيقول، ولكن المشكلة في التأقلم. لو قدر يتأقلم هيبقى من أهم صفقات الأهلي الفترات الأخيرة. لو ما قدرش يتأقلم هيبقى زيه زي سافيو وزي غيره وغيره وغيره، يجي يلعب له ماتشين ومع السلامة. وأنا عن نفسي أتمنى إنه يتأقلم. دي كانت كل حاجة عن المهاجم السلوفيني جراديشار. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير في كل مكان وسبسكرايب لقناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، وبس كده، سلام.